نعدل 8 مواد دفعة واحدة، نعدل التشويهات التي أحدثوها في التعديل السابق كما تحدث الدكتور محمد السيد أبو طالب. إننا الآن ندين إلى الثوار، ولا بد أن نتأكد أننا مطالبين بأن نستمسك بالثورة وبمكتسبات الثورة وبمنجزات الثورة، بالمتابعة وبالملاحقة لفلول النظام البائد وبكل من يحاول أن يشق الصف. هذه كلمة أردت أن أبدأ بها حديثي فيما يخص التعديل الدستوري وطريقة الاستفتاء عليه والنتيجة في الحالتين، سواء كانت النسبة الغالبة اختارت التعديل أو النسبة الغالبة اختارت الإبقاء لهذه المواد. هو فرض جدلي بحت، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتهي نتيجة الاستفتاء القادمة في 19 مارس إلى عدم التعديل، ولكن احنا بنناقش من الناحية الأكاديمية فرض جدلي بحت. هنقول من البداية نص المادة 76 اللي هو عدل من حوالي 2 أو 3 سنين. قلنا إن هذا النص هنرجع بس مرجعية دستورية فيه، إن النص الأولاني خالص قبل التعديل الأخير كان بيتحدث على أنه لا يمكن تسمية رئيس الجمهورية أو المرشح لرئاسة الجمهورية تسميته وليس طرحه على الانتخاب إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب. بمعنى إن أنا لما أحب إن أنا أترشح أبدي ترشيحي لمجلس الشعب في النص القديم خالص كنت أطرح اسمي على مجلس الشعب، فإن اختار ثلثي هذا المجلس أو وافقوا على ترشيحي يبدأ ترشيحي على مستوى عموم الجمهورية. طبعا مجالس الشعب ساعتها كانت كلها من أيام الاتحاد الاشتراكي لغاية دلوقتي لا يمكن بأي حال من الأحوال كان هتسمح بتسمية أي من الأفراد العاديين، فكان بيمتنع الباب أساسا على الترشح. عشان كده كان بيسمى طرح رئيس الجمهورية بما يسمى الاستفتاء، يعني اختيار رئيس الجمهورية هو استفتاء، لأنه طالما يمتنع ترشيح أي حد بمقتضى الدستور يبقى في الحالة دي اللي كان بيترشح هو شخص واحد، فيبقاش انتخاب إنما يسمى استفتاء. لما عدلت نص المادة 76 في وجهها الأول وأتاحت لمن أتاحت أن يترشح، صار العمل المطروح على الدولة هو انتخاب. يبقى أنا النهاردة عديت بمرحلتين قبل التعديل الأخير. المرة الأولانية إن أنا بقول استفتاء لأنه شخص واحد في الواقع هو اللي بيرشح، لأن يمتنع على الباقين الحصول على ثلثي أعضاء مجلس الشعب. ثم بعد كده انتقلت في التعديل الثاني اللي سمح في انتخابات 2005 إن فلان وفلان وفلان ينزل وحط مواصفات معينة، ثم عاد وعدلها في نص المادة 76 اللي هو إيه؟ لما احنا احترقنا على التعديل الأخير اللي تمت به انتخابات 2005 طلبنا بتسهيلات أكتر، ففوجئنا بأن النظام يضع في تعديله عرقلة أكتر وعثرات أكتر، يحاول أن يهيئ المسرح كما سبق أن قلنا للوريث. هيتبين لنا ذلك من مطالعة نص المادة 76 واللي هي موجودة قدام حضراتكم، بأنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم بالترشيح 250 عضو من أعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، وكذا 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى و10 أعضاء من الأعضاء المنتخبين في مجالس المحافظات على مستوى 14 محافظة. هذا هو النص. تحدث بعد ذلك في فقرته الثانية عن أن الأحزاب السياسية التي مضى على تكوينها 5 سنوات فاصلة قبل إجراء الانتخابات أن ترشح من يمثل هيئتها العليا أو مكتبها السياسي. لو تناولنا هذه المحاذير وهذه العراقيل التي وضعتها الهيئة أو سدنت هذا النظام، نقول إن لا يمكن لأي واحد من الناس أن يستحصل على 150 واحد على مستوى 14 محافظة من الأعضاء مجالس المحافظات اللي هم في الأساس كانوا حزب وطني